الأكلة النهاردة عندي هنعمل قراقيش بالعجوة وقراقيش سادة، بالسمسم والشمر واليانسون. روعة. للفطار جنب كوباية شاي بلبن، تحفة. هنجيب بولة، وهننزل بمعلقة ونص من الخميرة الفورية، وكوباية إلا ربع من المية، ومعلقة كبيرة سكر. هننزل بثلاث كوبايات من الدقيق المتعدد الاستخدامات. هنحط كمان نص كوباية، هناخد ثلاث كوبايات ونص من الدقيق. هننزل بشوية ملح وكوباية من الزيت والسمنة أو الزبدة عليها. كان عندي قشطة، حطيت معلقة قشطة عليها وشوية خل، زي معلقة خل. القشطة دي اختياري، إذا متاح، مش متاح مش مهم. هننزل بشوية سمسم، معلقة ونص كبيرة سمسم، ومعلقة شمر ومعلقة ينسون. هندمجهم كلهم مع بعض، وهننزل بيهم على رخامة. هنعجن فيها كويس قوي لمدة 10 دقايق. كل ما هنعجن فيها كل ما هتدينا عجينة ناعمة وطيعة معانا في التشكيل. هنسيبها تخمر لمدة نص ساعة. هنرجع نجيبها تاني بعد ما خمرت. هنقطعها ونبدأ ناخد فيها حتة حتة. أخدنا حتة عملناها شريط. اشتغلت على صينية كانت ضيقة، نزلت بيها على الرخامة. دهنت الرخامة من الزيت، وعملت شريط طويل عريض، عرضه تقريبا في حدود 10 سنتي 12 سنتي. هننزل بعجوة، كنت جايبة عجوة سيحتها على البوتاجاز بمعلقة سمنة، وحطيت عليها معلقة سمسم. اشتغلت بيها. بدأت أطبق العشرة سنتي دولت، أجيبهم على بعض عشان خاطر أقفل على العجوة. عملتها صوابع زي ما انتوا شايفين، ودهنتها بنسكافيه ومية. وحطيت عليها رشة سمسم. هنبدأ نشكل بقى أشكال. جبت قطعة تانية فردتها بالنشابة، وعملتها سمكها أقل من يعني في حدود 3 ملي، عشان تطلع لي رقائق كده، مقرمشة، مع جبنة أو مع شاي. بتبقى طعمها حلو وهي خفيفة كده. قطعتها ورصيتها في الصاج. كان عندي القمع ده قمع بتاع حشوة ممبار. جبت ارفع حاجة فيه وبدأت انزل بيه. عندك متاح، مش عندك برضو هتستخدمي الطرق اللي انت عايزاها. ممكن تعملي حبل وتلفيه زي ما انا بعمله كده. يعني احنا بنسهل على نفسنا. عملت الكمية كلها، حشيتها. منها اللي حشيتها عجوة، ومنها اللي حشيتها عملتها سادة. رشيت ينسون وسمسم على الوش. طالعة تحفة جدا، مقرمشة. حطت في الفرن لمدة نص ساعة، تابعتها. مش عايزة اقول لكم طعمها حلو قوي قوي قوي، وما اخدتش وقت، وسهلة.